عاوز يبقى لك منبر من نور حوالين العرش يوم القيامة؟ عاوز وشك يكون منور وتكون أقرب لربنا وعرشه لدرجة إن الأنبياء والشهداء نفسهم يغبطوك؟ يغبطوك على المكانة دي ويظلك عرش ربنا في يوم لا ظل إلا ظله. المكانة دي لمين يا ترى؟ المكانة دي للمتحابين في الله، اللي بيحبوا بعض من غير أرحام ولا مصالح، بيحبوا بعض بس لله. تخيل إزاي تنولها. يا ترى لمين تقول له أحبك في الله؟ لو مفيش حد فأنت محتاج تسمع الحلقة دي وتعيد حساباتك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معاك وبتتمشوا وفجأة مسك إيدك وقالك والله إني أحبك. يا ترى هيكون إحساسك إيه؟ هتنام إزاي يومها من السعادة؟ حياتك هتتغير إزاي بعدها؟ هل ممكن بعد ما يقولك الكلمة دي تزعله؟ هل ممكن تأذي حد وصاك عليه؟ هل ممكن تهين مراتك؟ أو تاكل حق إخواتك؟ أو توجع باباك ومامتك؟ إحنا بقينا في زمن صعب للأسف. في ناس كتير بتقولك عيش لوحدك أحسن، اوعى تثق في حد، خليك مع نفسك. وبقينا نشوف أول ما اتنين يتخانقوا مع بعض يفشوا أسرار بعض ويفضحوا بعض على السوشيال ميديا. ديننا علمنا لو مفيش صديق صالح ابحث عن حد صالح وصاحبه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مش تعيش لوحدك. عايز تفوز بالمنبر اللي من نور؟ افتكر دايما إن الصديق الحقيقي أغلى من الذهب، وهو أثمن شيء في الدنيا كلها. الحياة قصيرة، ما تضيعهاش في خصومات تافهة. تعالوا نبدأ مع بعض بأعظم مثال للصداقة، سيدنا أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل إن سيدنا أبو بكر والرسول كانوا أصحاب من وهم صغيرين، قبل البعثة بسنين طويلة جدا، من وهم أطفال. النبي وقتها كان عنده 12 سنة وسيدنا أبو بكر كان عنده 10 سنين. علشان كده لما نزل الوحي سيدنا أبو بكر ما ترددش لحظة، صدقه فورا، ما قالش إزاي ولا شك، لأنه عارف صاحبه كويس جدا، عارف إن هو عمره ما كذب عليه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في يوم من الأيام حصل خلاف بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر زعل سيدنا عمر وبعدين ندم وراح يستسمحه، لكن سيدنا عمر قفل الباب في وشه. سيدنا أبو بكر راح للرسول وقال له، لما النبي عرف غضب جدا وقال للصحابة أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم. النبي ما بيحبش الخصام. سيدنا عمر راجع نفسه وندم، راح لأبو بكر بيته بس ما لقاهوش، راح له عند النبي. سيدنا أبو بكر نزل على ركبته، خاف على سيدنا عمر من غضب النبي، خاف عليه إنه يزعل منه، وقال للرسول أنا كنت أظلم يا رسول الله، يعني أنا اللي ظلمته، أنا اللي غلطان. مع إنهم زعلانين مع بعض بس هو حبيبه، متخانقين بس منسوش الود اللي بينهم. الرسول قال إن أبو بكر صدقه لما الناس كذبته ووساه بنفسه وماله، وقال لهم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني محدش يزعله، ده بيأذيني، ما استحملش حد يزعل صاحبه اللي وقف جنبه لما الناس كلها كذبته. يا ترى إيه اللي بيحصل النهاردة؟ أول ما 2 صحاب يتخانقوا كل واحد يقعد مع ناس بيتكلموا عن صاحبه وبيضحكوا عليه، هو قاعد معاهم وبيتكلم معاهم. الصديق الحقيقي بيدافع عن صاحبه في غيابه، ما بيسمحش لحد يتكلم عنه أبداً بسوء. في يوم من الأيام حصل خلاف بين سيدنا أبو بكر وسيدنا ربيعة. سيدنا ربيعة بيحكي وبيقول إن الرسول اداه أرض وكمان ادى لسيدنا أبو بكر أرض، فاختلفوا في نخلة. فسيدنا ربيعة بيقول إن دي من أرضي، سيدنا أبو بكر بيقول لأ دي من أرضي. فبيقول له يا أبو بكر انظر كده، دي من أرضي، شوف كده والله دي من أرضي. فسيدنا أبو بكر رفض وقال له كلمة زعلته ما نعرفهاش لغاية النهاردة، لأن سيدنا ربيعة مرضاش يقولها، وسيدنا أبو بكر ندم عليها وقال له يا ربيعة قل لي مثل ما قلت لك. ليه؟ علشان كده تبقى أنت اقتصيت وخلاص كده خلصنا الموضوع. فقلت له لأ. فقال له إذن لأستعدين عليك رسول الله، يعني هقول للرسول. قلت له براحتك أنت أعلم. تخيل سيدنا أبو بكر غلطان وهو اللي رايح يشتكي، ما هو بشر. سيدنا أبو بكر راح بقى في طريقه للنبي وربيعة ماشي وراه. فجأة
ناس من قوم ربيعة وقفوه قالوا له يرحم الله أبا بكر، هو اللي قالك كده ورايح يشتكي لرسول الله. بيقول إنهم مشوا معاه، فقلت لهم انتوا عارفين مين هو أبو بكر؟ ده الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه ويغضب الله عز وجل لغضب رسول الله فيهلك ربيعة. ارجعوا ورجعهم. لما يجي حد يسخنك على صاحبك ما تجريش ورا كلامه، ركز في هدفك وما تسمعش الكلامهم. افتكر مواقف صاحبك ومكانته عندك، ما تسمعش الكلام حد. فربيعة بيقول مشيت وسيدنا أبو بكر سبقني عند الرسول وحكى له الحكاية. فلما جيت قال لي يا ربيعة مالك والصديق؟ فقلت له يا رسول الله قال لي حاجة ومرضاش يقول الكلمة، مش زود في الكلام، وهو قال لي قول لي زي ما أنا قلت لك عشان يكون قصاص. فقلت له لا مش هقدر أقول لك كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجل لا تقل له مثل ما قال. شوف الجمال، يعني انت صح ما تقولوش زي ما هو قال، ولكن يغفر الله لك يا أبا بكر، يعني قول ربنا يسامحه. فقلت يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ندمان. الموقف ده نطلع منه إن احنا عادي نختلف، وإن الصحابة بشر بيختلفوا. واختلفوا على إيه؟ الخلاف على أرض، حاجة دنيوية، أرض ونخلة. سيدنا أبو بكر ندم على كلمته فوراً وطلب القصاص، لكن لما ربيعة رفض راحوا للنبي يحكم بينهم. النبي علمهم العفو والمغفرة. أبو بكر مشي هو بيعيط من شدة الندم. لما تعمل حاجة غلط بسرعة صلح غلطك مع صاحبك. ربيعة عارف قدر أبو بكر ومنع قومه من التدخل. لما يحصل خلاف بينك وبين صاحبك ما تقطعوش الود، عاتبوا بعض واقبل اعتذار صاحبك. ارجع بسرعة لو انت حاسس انك غلطان، واحفظ الصداقة. سيدنا أبو بكر كان في مكان عند النبي ما فيش حد زيها. سيدنا الرسول قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبو بكر، يعني أي حد عمل لنا جميل كافئناه إلا سيدنا أبو بكر. جميله وفضله كبير جدا لدرجة إن هو ساب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكافئه عليه يوم القيامة. لما تحب صاحبك روح قوله إنك بتحبه، عرفه مكانته في قلبك وقيمته عندك، ما تستناش لما يموت وتبكي على قبره. لما تحب تنصح صاحبك شوف طريقة النصيحة، قبل ما تنصحه قوله إنك بتحبه. اتعلم من النبي، روح ابعت له رسالة قوله أنا بحبك وخايف عليك. لما تفهمه إن قلبك عليه هيقدر النصيحة وهيقبلها. سيدنا معاذ بن جبل تخيلوا إن النبي مسك إيديه وقال له يا معاذ إني والله أحبك. بعد ما طمن قلبه بالحب قال له النصيحة لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيدنا معاذ منساش الوصية دي وفضل يقولها لحد ما مات. النبي كان دايما حريص على اللمس، بيمسك بالإيد يطبطب لأن ده أقرب للقلب وبيوصل المشاعر أسرع. املوا الدنيا حب، املوها مشاعر جميلة. سيدنا عمر راح للنبي وقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. النبي قال له لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. سيدنا عمر فكر ورجع وقال له والله لأنت أحب إلي من نفسي الآن. فالنبي قال له الآن يا عمر. عارف ليه؟ لأن نفسك ممكن تأمرك بالسوء، لكن النبي مش عايز لك غير الخير، عايزك جنبه في الجنة. لما تحصل مشكلة بين الصحاب إيه اللي تعمله؟ شفنا سيدنا أبو بكر وعمر لما اختلفوا راحوا للنبي يحكم بينهم، وسيدنا أبو بكر وربيعة لما اختلفوا ما راحوش يفضحوا بعض ولا يتكلموا مع الناس ولا كتبوا بوست ولا تلقيح كلام، راحوا للنبي. لما تختلف مع صاحبك يا تروحوا لصاحب تالت بيحبكوا انتوا الاتنين، يا تقعدوا وتتعاتبوا وتصالحوا بعض. النبي علمنا قاعدة ذهبية انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما دي عارفينها، فكيف أنصره ظالم؟ قال تمنعه عن الظلم، ده في حد ذاته نصرة. يعني لو صاحبك غلطان نصرتك ليه انك تمسك ايده وتمنعه، مش انك توافقه في الغلط. اوعى تنسوا الخير اللي بينكم. في موقف لحاطب بن أبي بلتعة قبل فتح مكة. حاطب كتب رسالة لقريش يخبرهم بنية النبي في غزوهم. ربنا أخبر النبي بالوحي، الرسول أرسل اللي يجيب الرسالة دي عشان يمنعها توصل. فجاء حاطب للنبي واعتذر له وقال له
كنت عايز أحمي أهلي هناك يا رسول الله. سيدنا عمر كان واقف، غضب وقال له إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس في الوفاء، ما قالش عليه خاين ولا طرده. حاطب لما قال المبرر بتاعه النبي صدقه وفكرهم، قال لهم إن حاطب شهد بدر، فقال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ما تنساش الخير اللي بينكم، اوعى تنسى الخير اللي بينكم عشان غلطة واحدة وتمسح تاريخ صاحبك. اسمع المبرر، ما تحكمش بسرعة، اسمع منه، ممكن يكون عنده عذر. خليك طيب ورحيم، النبي كان رحيم وقبل العذر. زي ما كان الاعتذار مش عيب، سيدنا النبي علم سيدنا عمر وعلمنا احنا كمان ان احنا نعتذر ونقبل العذر. دلوقتي لو بعت لصاحبك رسالة على الواتساب وهو ما ردش عليك هتقول ايه؟ دي قلة تقدير والدنيا تقوم وما تقعدش. خلونا نلتمس الأعذار لبعض ونفتكر الحلو لبعض. خليك مخلص لصاحبك. سيدنا علي نام في فراش النبي ليلة الهجرة وهو عارف إن السيوف مستنياه بره. الصداقة اللي بجد إنك تقف جنب صاحبك وما تتخلاش عنه. في الآخر حابة أسألك، يا ترى هتوصل للحوض وتشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك، الغيبة والنميمة وإنك تحكم على الناس وتظلمهم وتخوض في أعراضهم ممكن يمنعك. ده حاجز بينك وبين النبي. القرآن ذكر الأخلاء كتير. اختار صحابك صح. يا ترى صحابك شكلهم إيه؟ يقربوك من ربنا ولا بيبعدوك؟ الشباب الصغيرين، فلتر الناس اللي حواليك، اختار اللي بيعينك على الطاعة علشان تفوز بالمنبر اللي من نور. لازم قلبك يكون سليم. الصاحب هو اللي بيفكرك بربنا ويفرح لنجاحك ويستر عيوبك ويدعيلك بظهر الغيب وينصحك بصدق. نصيحة ليك، سامح بسرعة لو بينكوا رصيد محبة، واقبل الاعتذار، وما تنسوش تدعوا لبعض بظهر الغيب. دي أصدق رسالة ممكن تبعتها لصاحبك.